بعد تعب تحويش كتير جدا مني ومساعده من الحاج بصراحه، اخيرا عرفت اجيب حاجه كنت موعد نفسي عليها من زمان عشان نعرف نتطور في القناه دي. لو شفت الفيديو الشورت ده ولو اتفرجت عليه في الاخر هتعرفوا ان في حاجه شديده فشيخه انا كنت محضرها لكم. ولكن قبل اي حاجه شكرا يا جماعه على التفاعل والاشتراك اللي موجود في القناه دي، ما فضلتش كتير قوي يعني على 1000 مشترك، وان شاء الله نوصلها مع بعض من بعد كميه تعب ابن جاب لي ارق وتعب. ولكن مش مشكله، ده اخيرا ادى لنتيجه فشيخه جدا لل1000 مشترك. ولكن ايه هي المفاجاه الكبرى على اساس ان مفيش حد توقعها من ساعه مثلا؟ واخيرا يا جماعه جبنا بي سي، ومواصفاته يعني باختصار رامات 16 جيجا دي دي ار 4 ان شاء الله يعني نتطور للدي دي ار 5، ومعالج انتل اي 5 12400 اف. بالنسبه بقى لكارت الشاشه فهو الحقيقه من فئه جي تي اكس، يعني ما قديم شويه ولكن معشوق الجماهير على فكره. واكيد طبعا توقعته جي تي اكس 1080 تي اي، والحقيقه بقى لا برضو مش الكارت ده. انا جبت كارت شاشه جي تي اكس 1660 سوبر، هو محبوب برضو بصراحه يعني يفي بالغرض ومش وحش خالص الصراحه على كلام الناس. وعامه يعني التجميعه دي كلها على بعضيها لو هي اقتصاديه فانا حاببها قوي وراضي فيها كمان، ودي اهم نقطه اصلا. اما بقى بالنسبه لخطه القناه البي سي ده على قد ما هو حاجه كويسه جدا للقناه الا انه لخبط لي كل خطط القناه حرفيا. انا بقيت متشتت مش عارف انزل ايه، وفي فيديو للاسف اتكنسل بسبب حركه كده عملتها زي الغبي اللي هو الفيديو بتاع بلاسفيمس 2. في فيديو تاني بحضره من زمان الصراحه هو هيطول معايا فشخ، واللي هو الفيديو بتاع دارك سولز 1. وبالنسبه بقى لالعاب التختيم انا لحد دلوقتي ختمت 3 العاب على الجهاز ده. اول لعبه واللي هي ريزن ديفل 8 من اعظم الالعاب اللي انا لعبتها في حياتي. فيديج ده قصته ما فيهاش غلطه اقسم بالله، وندمان ان انا ما صورتش عليها اي فيديوهات. وجي تي اس 3 نسخه الديفرنت اديشن عشان ما ختمتش النسخه القديمه مش عارف ليه. وختمت سبايدر مان مايلز موراليز برضه مش عارف ليه مع اني اصلا مختمها قبل كده، بس يمكن علشان انا ختمتها على اللابتوب الحقير ده بجوده تعمي اي واحد اعمى. وبالمناسبه يعني اللابتوب ده هو اللي انا كنت بمنتج فيه كل الفيديوهات اللي فاتت، سواء كانت فيديوهات طويله بتاعت يوتيوب او شورتس. كل ده حرفيا بكارت الشاشه جواه من فئه الام اكس. فئه الام اكس دي من ايام العصر البيزنطي، انا اكلت خازوق زباله من ورا اللاب ده. لكن مش مشكله الصراحه لانه صمد معايا صمتة رجال عقبال ما اجيب الكمبيوتر. فالصراحه انا هديله استراحه محارب من دلوقتي. الصراحه يعني مش تفرق كتير. في لعبه رابعه انا افتكرتها بالمناسبه واللي هي اساسن كريد ميراج، وفي برضه العاب تانية انا بختمها زي دارك سولز 3، وبختمها علشان اكون خلصت الثلاثيه بتاع دارك سولز بالكامل، لان انا خلصت الجزء الاولاني اللي بعمل لكم عنه فيديو، مقدما ان شاء الله هعمل لكم فيديو لدارك سولز 2 واحكي اني كنت هكسر الدراع فوق 90 مره بسبب اللعبه الغبيه دي. وبما ان انا بخلص دارك سولز 3 حسيت بتانيب ضمير الصراحه، لان اللعبه حرفيا طلعت فلولس. الصعوبه والحلاوه دي اقسم بالله انا فعلا ندمان ان انا ما نزلتش فيديوهات من ورا اللعبه دي، قصدي يعني سلسله ليها واحنا بنختمها. فانا هتفق معاكم اتفاق، ايه اصعب واشهر زعماء في اللعبه دي؟ بالظبط الزعماء اللي موجوده في الدي ال سي بتاع اللعبه، او يعني مش بالظبط قوي يعني الصراحه، ولكن مش هتفرق. حرفيا اشهر زعماء في اللعبه دي واكترهم صعوبه دول بقى هنزل عليهم فيديو، وبالمره يعني نشوفوا تجربتي والصياح معاهم بيبقى عامل ازاي. ثالث حاجه بقى وبعيدا عن دارك سولز، في العاب كتيره جدا نزلت السنه دي وكانت جامده فشخ وهموت واخلصها معاكم، زي لعبه كده اسمها ريبليز. اللعبه دي بيكسل ارت بس نينجا. اللعبه دي من افشخ انواع الجرافيكس اللي اتعمل بالبيكسل ارت، والكلام ده انتوا هتشوفوه لو نزلنا على اللعبه دي فيديو. ومش هي بس، في العاب كتيره جدا فشيخه السنه دي زي ماوس بي اي فور هاير ومارفل وورفلين وفانتوم بليد. اللعبه دي انا متحمس لها بغباء ولحد دلوقتي انا مش عارف ليه. اول ما شفت اول عرض ليها من 2023 واللعبه دي حرفيا ما اتشالتش من راسي، زيها زي اوني موشا جزء كده من سايلنت هيل، وناهيك طبعا عن جي تي اي 6 وسيمسون لحد ما حلوه بريجماتا، وطبعا ريزنت ايفل 9 ريكويم. دي من اساسات اول لعبه فيهم عايز اختمها. لكن في حاجه مهمه جدا عايز اقولها، في العاب كتيره جدا نقدر نختمها مع بعض سواء كانت نزلت السنه دي او العاب مشهوره اصلا. عشان كده اني العب العاب السنه دي ده عامه هيحصل لكن مش على طول، وده لان في العاب انا فعلا عايز اختمها قبل اي حاجه. ويمكن لو سمعتوا الالعاب دي توافقوني رايي شويه. معانا 5 العاب بالظبط، اختار منهم لعبه واحده نخليها سلسله نختمها مع بعض. اول لعبه طبعا ريد ديد ريديمشن 2، والثانيه لعبه واللي هي مارفل سبايدر مان 2 اللي هي اكشلي اصلا حطيتها قدامكم، والثالث لعبه واللي هي كول اوف ديوتي بلاك اوبس 6. ممكن حد يستغرب اللعبه دي ايه اللي جابها هنا. هو الحقيقه انا والله ما اعرف، اللعبه دي جربتها بالصدفه في سايبر ما ولعبت فيها كام مهمه واتشدت للعبه فشخ الصراحه، فعجبتني جدا. الشوتينج فيها والله العظيم فشيخ، حسيت ان انا عايز اختمها. رابع لعبه واللي هي جاد اوف وور راجناروك، وخامس لعبه واللي هي انشارتد 4. وهي دي بقى الليسته اللي تختاروا منها لعبه واحده عشان نعرف نختمها مع بعض. ممكن لو شفتوا الليسته دي تختاروا على طول ريد ديد 2، لكن انا عايزكم فعلا تفكروا في الالعاب دي بفكره ان احنا عايزين نستمتع مع بعض ونطلع محتوى، مش عايز اتعامل مع الالعاب دي وكانها شغل وعليا ان اختمها معاكم، عشان الموضوع ده هيكون خنيق ويفن من اللعبه كلها. خلينا واقعيين، لا انا عايز استمتع
بيها برضو، وعايزكم انتوا برضو تستمتعوا بيها معايا، ففكروا من الناحيه دي. وبس يا جدعان، هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. يمكن في فيديوهات قديمه هبدا انزلها دلوقتي عشان للاسف ركنتها فتره طويله، وعلى غير المتوقع في كومنتات بجد كانت عماله تسال على غيابي ليه، يعني مش بنزل كتير، لان انا كنت دايما بقول هو مين مهتم اصلا، وده انا ما كنتش متوقعه خالص الصراحه. فبعتذر يعني ليكم مقدما الصراحه على الطوله دي، ولكن معلش ده هيحصل في اول كام فيديو، لكن الموضوع ده هيتصلح على طول. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، ما تنسوش تقولوا لي مبروك، وسلام.